فل صباح الورد صباح الياسمين او مساء الفل زي ما الفيديو يوصل لكم. عايز اتكلم معاكم شويه واقول لكم على حاجه. خليكم بس معايا دايما كده وادعموني علشان القناه تكبر، لان القناه بصراحه كده تعباني جدا 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 ونفسيتي وحشه. انا عملت قناه جديده طبعا، خشوا فيها اسمها الامل في الله. انا قلت لكم قبل كده تقريبا، يعني ان انا قلت لكم في فيديو قبل كده ان انا اعمل قناه جديده، يمكن دي منحوسه، يمكن ديت محسوده يعني من جمالها. مش عارفه بصراحه اقول لكم ايه. والله العظيم انا تعبت 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 فعلا. يا ريت كل اللي يشوفني يحط لايك ويكتب كومنت ويشاهد الفيديو لو 3 دقايق، مش عايزه اكتر من كده. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه، يعني اللي بيعمل قناه دي بيعملها بيبقى محتاجها، مش بيلعب والله العظيم، ولا بيلعب ولا بيستهزأ بالقنوات ولا الكلام ده كله. لازم يعني لما بتعملي محتوى بتبقي محتاجة ان انت محتاجة القناة علشان كل حاجة، عشان مش عايزة اقول لكم اكتر من كده يعني. واحدة دخلت لي على الخاص قالت لي انت عشان ما بتكتبيش في صندوق الوصف القناة بتاعتك مش بتكبر. ردوا عليا في التعليقات وقولوا لي فعلا هو كده صح، ولا انا فعلا مش بكتب خالص خالص في صندوق الوصف، لان انا مش بعرف اقرا ولا اكتب، قليل بقى كل فين وفين بقى لما بيكتبوا لي او ما بيكتبوش خالص او بيقروا لي التعليقات. قولوا لي بس وانا هقرا التعليقات النهارده ان شاء الله في الفيديو ده، وقولوا لي الحقيقه ان فعلا عشان انا مش بنزل في صندوق الوصفه كده القناه مش بتكبر ومفيش مشاهدات بتيجي عليها ولا ايه. تابعوا معايا الفيديو للآخر. بعد المقدمة الجميلة ديت صبحت عليكم صباح الفل. مش عايزة أزعل، مش عايزة أزعلكم، بس انتوا حبايب قلبي طبعا، وهتشتركوا لي في القناة لو انت ما اشتركتيش، وهتفعلي زر الجرس عشان لما انزل وصفة او انزل اي حاجة توصلك بسلامة. حبيبة قلبي بحبكم في الله، يا رب ديمكم نعمة في حياتي. حبايب قلبي انا عايزه عيلتي الكبيره، عيلتي الصغيره دي تكبر وتبقى كده مفرعه كده على العالم كله. حبايب قلبي صباح الفل. خشوا بقى على الفيديو الصغنطوط ده، حطوا اللايك بس وكومنت. انا بحب، يعني بصوا بحب الكومنتات قبل اللايكات، والله بحب حد يكتب لي اي حاجه. حبايب قلبي يلا نخش على الفيديو نشوف هنعمل ايه النهارده، ونشوف الوصفه بتاعتنا هتعجبكم ولا لا. هنا بقى بعد المقدمة الجميلة اللي قلتها لكم في اول الفيديو، حبيت بس اوريكم البرجر اللي هبدأه معاكم في القناة الجديدة النهاردة. حاجة بقى تحفة كده وفاخر من الاخر بجد، والله العظيم تحفة كده. وبصوا بقى ما تتخنوهوش قوي ولا ترقرقي قوي، طعم مش عايزة اقولك عامل ازاي وهو بيتكلم عن نفسه. يلا بقى نخش على الطريقة وطريقة التحضير، ونخش في الفيديو بقى كده ونشوف الجمال اللي انا قاعده باكل فيه ده، حلو قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد صباح الياسمين. طبعا هنبدا في وصفتنا النهارده. معانا صدر فرخه كده حلو، يعني في صدر فرخه لا كبير قوي ولا صغير قوي. ومعانا هنا كوبايه فاصوليا انا نقعتها شويه وبعدين سلقتها. ومعانا هنا برضو كوبايه برغل برضو نقعته في ميه وبعدين صفيته بالمصفى زي ما انتم شايفين. وهنا حته زبده، حته دهنه كده تجيلها يعني ايه 10 جرام كده. طبعا هحطها على الفرخه على صدر الفرخه بتاعنا النهارده. التوابل هقولها لكم بقى واحنا بنحط كل حاجه في الخلاط في الكبه. تمام تمام. معانا هنا بقى صدر الفرخه كده زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى الكبه بتاعتنا ونحط بقى صدر الفرخه بتاعتنا فيه. طبعا البرجر اللي هنعمله ده مغذي جدا، وطبعا في ناس بتخاف من الفول الصويا وكل حاجه، بس والله الفول الصويا ما بيعمل اي حاجه وكل الناس بتعمل بيه، بس انا حبيت اعمل لكم الطريقه النهارده مغذيه جدا للاطفال وللكبار، ومش بيخلي البرجر معاكي يكش ولا اي حاجه، بيخلي البرجر معاكي جميل جدا وهش وكمان طعمه حلو قوي. بس اهم حاجه وانت بتقطعي الفراخ كده، صدر الفرخه كده في عظمايه طلعيها، في حته دهنه طلعيها من دهون الفراخ ماشي، او جلد او اي حاجه او عظمه زي اللي انا هطلعها دي، تحاولي تطلعيها كده ما تخليش اي حاجه
في الفراخ. وطبعا هتمسكي بقى تدوري تضربي في صدر الفرخة لما يروح معاكي شكل العجينة، يعني بصي يتفرم فرمة حلوة كده زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى بال10 جرام دهنة مع بعض كده، ماشي يا حبايب قلبي، على الفراخ، وهنضربهم برضو ضربة لما يتوهوا في بعض كده حبايب قلبي. تمام تمام. البرجر بتاعنا النهارده مميز جدا وحلو قوي، ولو جربتيه هيعجبك، والله يعجبك وينول اعجابك كمان. وهتنزلي بقى مش هتفرميهم لوحدهم ولا اي حاجه، كله على الفراخ اللي انت فرمتيها كده. هتنزلي بكوبايه البرغل وكوبايه الفاصوليا البيضه بعد ما سلقتيها كده وبردت معاكي. هتنزلي عليها بقى بالفراخ كده وتفرمي فرمه حلوه لما كله يطوف في بعضه. تمام تمام. لو وصلت معايا بقى لحد كده، بالله عليك تشجعيني بلايك وكومنت حلو كده النهارده، علشان هنبدأ القناة بتاعتنا. بقالنا كام يوم فاتحين القناة ومش عايزة انزل عليها، عشان القناة القديمة بتاعتي والله العظيم انا تعبت فيها جدا جدا، ومشاهداتها واطية ومش بتجيب مشاهدات خالص، وانا زعلانة منها بقالي اكتر من 4 سنين عليها. لو تكرمتي يعني تفعلي لي ديت وتقفي معايا كده وتقفي جنبي، ربنا يا رب يكرمك ويكرمنا جميعا يا رب العالمين. كل اللي يشوف الفيديو بتاعنا بالله عليكم يحط اللايك كده وكومنت حلو ويشترك في القناة عشان القناة بتاعتنا تكبر، لان تعبت جدا جدا في القناة التانية وسبتها، قلت يمكن القناة دي منحوسة ولا اي حاجة يا جماعة، قلت اغير كده اعمل قناة تانية يمكن ربنا يكرمني فيها، وان شاء الله ربنا هيكرمني. انا امالي في ربنا كبير ان هو ربنا هيكرمني باذن الله. الامل في الله يا جماعه، حتى سميت اسم القناه بتاعتي الامل في الله، علشان انا عندي امل في ربنا كبير ان هو هيكرمني باذن الله. طبعا هنا فرمت الفراخ مع الفول مع البرغل مع الفاصوليا مع الدهنه، فرمتهم مع بعض. وهنا جبت بصلتين متوسطين الحجم كده، ما تكتريش بصل قوي علشان ما يبقاش كله بصل كده، يعني ايه بصلتين متوسطين حلوين كده. تمام. وحطيت بقى قرنين من القرن احمر، ونص قرن احمر، ونص قرن فلفل الوان يعني، وقرن شطه. تمام. هفرمهم برضو مع بعض مع البصلايه كده لما يروحوا يتفرموا معايا فرمه جامده اهو. بصوا بس هلم كل الجوانب كده علشان انا مش عايزه حاجه تبان في البرجر، يبقى كله مهروس في بعضه كده، يعني ما تبقاش في حاجه باينه فيه. تمام تمام. هضربهم ضربتين حلوين كده، وبعد كده هنشوف الخطوه التانية. هننزل بقى بالفراخ اللي فرمناها والفول والفاصوليا البيضه وكل المكونات اللي قلت لكم عليها. هنا بقى هحط معلقه، نص معلقه توم باودر ونص معلقه بصل باودر، وهنا مكعبين مرق دجاج كده هنحطه بتاع فراخ يعني، وهنحط كمون وكزبره نص ونص، وهنحط برضو نص معلقه بيكنج باودر حلوه كده، نص معلقه ملح، ونص معلقه كده من الفلفل الاسود عشان يدي ريحه طبعا حلوه كده. كل دي المكونات بتاعتنا يا جماعه، مفيش اي حاجه تانية. هنحط بقى ايه، هنضربهم ضربتين مع بعض كده لما كله يتجانس مع بعضه. تمام تمام. انا طبعا سرعت الفيديو علشان ما يطولش عليكم وابقى ضيفه خفيفه على قلبكم كده. ده اول فيديو اصوره معاكم، يا رب اعجبكم والفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده باذن الله. هشوف اللايكات اللي هتنزل عليه قد ايه، واشوف حبايب قلبي بيحبوني ولا لا. كده خلاص فرمنا كل المكونات بتاعتنا، خلاص بقى مش عايزين نعمل حاجه تاني في الكبه. هنفضي بقى الكبه كده وهنشيل الكبه بتاعتنا ونشوف الخطوه التانية هنعمل فيها ايه. تمام تمام. بس كده شوفوا بقى عامله شكل العجينه بالظبط، انا عايزاها كده، مش عايزاها تبقى مخرزه ولا اي حاجه، عشان يبقى البرجر بتاعنا طعمه حلو قوي. تمام. والله ريحته تحفه، ريحته بقول لكم ريحته خطيره جدا، والله ريحته حلوه قوي. يلا بقى يا حبايب قلبي كده بصوا الكميه بسم الله ما شاء الله، مع ان صدر الفرخه بتاعنا مش كبير قوي، بس ما شاء الله رمى كميه حلوه قوي. بصوا العجينه بتاعتنا لا بتشبط ولا بتلبط ولا طريه ولا اي حاجه. هنا كنت الكاميرا مش عارفه ايه اللي حصل، المهم عملت 2 3 كده وانا مش قدام الكاميرا، وانا كنت مغيره الطرحه علشان قمت اصلي الظهر. وبعدين معرفش انا كنت لابسه الطرحه لان بيتي ولا الطرحه الخضراء بصراحه يعني، فمش مشكله يعني. تمام تمام. هنا بقى بتكوري كده، بتعصي ايدك زيت، بتدهني ايدك دهنه كده من الزيت،
وتضغطي بقى بالبصامه بتاعت البرجر دي زي ما انت شايفه كده، ضغطه حلوه كده. لا يعني ما تخنهوش قوي ولا ترقرقيه قوي، يعني حاجه وسط كده، حاجه تكون حلوه كده، لا تبقى عجينه لا تبقى مش مستويه معاكي ولا اي حاجه. لو تخنتيه عن كده وحطيتيه طبعا على الطاسه مش هيستوي قوي، وهتبقى القطعه تخينه كده معاكي ومش لذيذه. لكن دي وسط، لا هي تخينه ولا هي رقيقه. بصوا ضغطه حلوه كده، وهيطلع معاكي برجرايه مش عايزه اقولك ايه الحلاوه بتاعتها دي. انا مشغله المروحه عشان الدنيا حر قوي عندنا والواحد مش طايق نفسه بجد والله. وتدهني ايدك دهنه من الزيت كده، وتكوري برضو تكويره تانية كده، وتعملي برجرايه حلوه كده. مش عايزاكي تخنيه، اوعي تخنيه ولا ترقرقيه، انا عايزاه وسط كده علشان يبقى معاكي لذيذ وحلو قوي. يستوي بقى معاكي على نار هاديه كده، وما يبقاش معاكي لا معجن ولا مش مستوي ولا اي حاجه، يبقى معانا تمام التمام. ايه رايكم بقى؟ تمام تمام. هنعمل كمان واحده علشان حبايب قلبي يبقوا معايا دايما، ويشوفوا كل الطريقه بتاعتنا وكل اللي احنا بنعمله. حاجه سهله جدا جدا، حاجه بيتي، حاجه ضامنه نظافتها، ضامنه ان هي حلوه كده ونظيفه ومش وكمان مش مكلفه، والاطفال كلها بتحبها والكبار كمان بيحبوا. بس كده تمام تمام. هنا بقى كنا خلصنا كل الكمية بتاعتنا ورجعنا لكم تاني اهو. بعد ما خلصنا بقى حطينا طاسة على النار كده، وولعنا النار بتاعتنا على نار هادية، حطينا فيها معلقة من الزيت، وهنقلب بقى البرجر بتاعنا على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية لما ياخد لون بقى. بس اهم حاجة تكوني مسرعة شوية، بس انا طبعا بغيبه يعني مهدية النار لما ياخد لون معايا، بس اللون الجميل اللي انتوا شايفينه على الطاسة ده. تمام تمام. بصوا تحطي 3 ب3 كده على الطاسه. لو عندك جريل حطي على الجريل، انا عندي جريل بس مش موجود يعني. واشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم.